إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين النجباء. ما خاب سادتي من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم يا أبواب الرحمة وسفن النجاة. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محيي الزوار يا أبو علي. الله أي دم في كربلاء سفكا لم يجري في الأرض حتى أوقف الفلكا. وأي خيل ظلال في الطفوف عدت على حريم رسول الله فانتهكا يوم بحامية الإسلام قد نهضت له حمية دين الله إذ تركا والناس عادت إليهم جاهليتهم كأنما شرع الإسلام قد فكان وقد تحكم في الإسلام طاغية يمسي ويصبح بالفحشاء منهمكا. لم أدر أين رجال المسلمين مضوا وكيف صار يزيد بينهم ملكا. العاصر الخامر من لؤم بعنصري ومن خساسة طبع يعصر الودكايا. قد أصبح الدين منه يشتكي سقما وما إلى أحد غير الحسين صحونا وحسينا شكا. واستقر يا دين جدي وبشروطي أنا الذي بشفي
يا دين جدي والأماجد يلا يا ابو السجاد بشكي لك من يزيد نادى عني لك دواء والجسم كيف انا ذكرني لك مداوي عالم الغيب قال له الدين يسأل الحسين قال له ما الدواء يا حسين بتعالج الجسم ترى علتي صعبة يا ابو الشيمة وسقمي قال له بداوي علتك من فيض دمي لولا هذه الدماء الزاكية التي أريقت على أرض كربلاء لما رأيت المعاتم ولما رأيت المساجد ولما رأيت الصحوة ولما رأيت التقدم والازدهار كل هذا بدم الحسين سلام الله عليه وما بدله إلى هذا الدين الحنيف إذا الدواء يا حسين تعالج الجسم ترى علتي صعبة يا ابو الشيمة وسقمي قال له بداوي علتك من فيض دمي ذبحي للشيعة ولاك فدوانه عيب قال خاف ذبحك يا الولي يهدم الكاني يبقى بلي معين حاير في زماني قال له انا بذبحي للشيد لك مبان كل من لفه من ضامعي عندي ابد ما يخيب بذبحي وذبحاني وشون برني والبدون لازم اسوي لك اسم في الدهر مشهور اخلي الخلق تحكي اقرا خلي الخلق تحكي بفجيه عد يوم خلي الخلق تحكي بفجيه عد يوم عاشور هذا الامر مكتوب ليه من عالم الغيب حتى ان الحسين سلام الله عليه بعد ان راى على ان هذا الامر لا يستقر الا بقتله اي الدين لا يستقيم إلا بقتل الحسين لا يستقيم إلا إذا ضحى الحسين وإذا لما أن نرى ما قام به أمير المؤمنين سلام الله عليه ماذا صنع؟ سوى أعد جنودا إلى أن يكونوا مدافعين عن بيضة الإسلام في زمن مقبل يحتاج الدين إلى مدافع يحتاج الدين إلى من يحميه وإذا أعد جنودا ومن ضمن هذه الجنود هو من أبو الفضل العباس سلام الله عليه مع إخوته مدافعين عن بيضة الإسلام
خرجوا معه، شوف، خرجوا معه أي مع الحسين من بذل مهجته، من فدى الدين وفدى الحسين بجميع ما يستطيع حتى انجروا وراء الحسين. فكانت هذه الطلعة البهية من قبلهم أمام الحسين سلام الله عليه، حتى شكرهم الحسين على ما قاموا به. وإذا الحسين أعطاهم وسام. شنو الوسام هذا؟ أحباي، أنت اليوم لما تسمع مثلا مرجع من المراجع، عالم من العلماء، واحد من الفضلاء، حبيب من الأحبة، يقول لك حبيبي، شلون أنت تستانس؟ شلون تستانس بها؟ كلمة، شوف كلمة حلوة هذه. الإمام سلام الله عليه أطلق على أنصاره أحباي لو غير الحمام. وإذا وين الحسين؟ الحسين خلاهم قريبين منه مو بعيدين. لما تنزل إلى زيارة الحسين سلام الله عليه، أول ما تبدأ بمن؟ بشيخ الأنصار، حبيب، سلم على حبيب وتأتي إلى أن، يعني كأنما تستأذن في زيارتك للحسين من حبيب بواب الحسين سلام الله عليه. ثم تأتي إلى زيارة الحسين وتعرج على الأنصار، هؤلاء الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. أطلق عليهم وسام أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتبوا. هو القائل خط الموت على ولد آدم مخط القلادة. على وين؟ على جيل الفتاة. هذا أمر لا بد منه، طال الزمان أو قصر. لا بد أن الإنسان يفارق هذه الحياة، لكن فارقوها بشرف، فارقوها بعزة، فارقوها بكرامة. شوف، بكرامة، أي هذه الكرامة التي أعطيت أو التي شروها وأخذوها وتمسكوا بها، أن دماءهم أريقت على بوغاء كربلاء. أمام من؟ أمام إمام معصوم مفترض الطاعة، ألا وهو الحسين سلام الله عليه. يعني هذا أكبر شرف، أخذوه. وكانت هذه الدماء التي أريقت منهم على بوغاء كربلاء يفتخرون. تعلم، تدري على أن هؤلاء الأنصار هم أشرف وأفضل أنصار بذلوا مهجهم لدين الله، أفضل من أنصار الحسين، أفضل من أنصار النبي، أفضل من شهداء النبي، أفضل من شهداء الحروب التي مضت مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولذا حبيب لما أن بكى، شوف حبيب لما أن بكى في حرب صفين، مش ليه؟ في حرب صفين، إلى أن قال له أمير المؤمنين سلام الله عليه: مما بكاؤك يا حبيب؟ ليش تبكي؟ قال: أصحابي كلهم مضوا وراحوا إلا أنا، شوف نفسي. قال: لا يا حبيب، أنت إلك مكانة خاصة، أنت إلك شهادة خاصة. متى يا مولاي؟ قال: مع ولدي الحسين سلام الله عليه في أرض كربلاء، هناك. وإذا يصورهم العطية يقول: خضابي بعرصة كربلاء وما أريد أنا خضاب،
لازم يجيني من حبيب المصطفى كتاب. جاء الكتاب لو ما جاء؟ أقبل عليه كتاب الحسين سلام الله عليه. وإذا حبيب تشرف بهذه الشهادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى إليه تحت يد إمام معصوم ألا وهو الحسين سلام الله عليه. يعني شهداء النبي اللي قدموا واللي أعطى واللي عدل اليوم يعني هم مع من؟ مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، درجاتهم عالية. لكن اليوم وين شهداء النبي؟ وين شهداء النبي اليوم؟ عدل لكن تعال شوف إلى شهداء الحسين الذين قضوا في أرض كربلاء سلام الله عليه. وإذا الحسين يقول أحبائي لو غير الحمام أصابته عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا. الحسين سلام الله عليه بإمكانه يقعد في أرض المدينة ما يطلع، بإمكانه أنه يرى الدين يعبث به ولا ينطق بكلمة واحدة، لكن رأى على أن نطقه وجهاده أمام من اعترض الدين يكون ماذا؟ يكون هو الأمر الذي ينتصر فيه الدين وتكون النصر للدين بكلمة الحسين سلام الله عليه. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. وإذا أقبل شوف أقبل على من؟ أقبل على جده بين ليلتين أو ثلاث حتى وصل إلى قبر جده ووضع خده على قبر جده فغارت به أو أن رأى جده في عالم الرؤيا. قال يا جد أنا الحسين، يشكو إلى الحسين. الحاج عبد الكريم يقول عرج على قصيدة الدمستاني ولو ببيتين يعني إن شاء الله. الله يعودنا وإياكم جميعا بجاه الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا الحسين فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفتني في أمتك فاشهد عليهم يا رسول الله إنهم خذلوني ضيعوني. يا ولدي يا أبا عبد الله إن لك درجات لا تنالها إلا بالشهادة. الدرجات في الجنة ما تنالها إلا بالشهادة. وين؟ أن تذهب إلى أرض مصرعك هناك في أرض كربلاء. أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور. كيف لا أحرم ذابا ناحرا هدي السرور وأنا في مشعر الحزن على رزق الحسين. حق للشارب من زمزم حب المصطفى أن يرى حق بنيه حرم المعتكفا ويواسيهم وإلا حال الباب الصفا وهو من أكبر حب عند رب الحرم. لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى لا إذا بالقبة النورى يشكو أسفا قائلا يا جاد رسم الصبر من قلبي عفا ببلاء أنقض الله وأوهى المنكب. صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها لم نذق فيها
بلغة من بالرعا أنا مطرود رجس فاجر في برها تارك بالرغم مني دار سكن الوالد أضمني عندك يا جداه في هذا الطريق. الكل يحفظ هالقصيدة هذه وتمر عليك سنويا وتحييها من قبل أن يأتي محرم تحيي هذه القصيدة. رحم الله من أسسها وقالها ضمني عندك يا جداه في هذا الطريق علمني يا جد من بلوى زماني ضاقني يا جد من فرط الأسى كل فسق فعسى طرد الأنسى يلدك بين الدكك وحسين 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 طلعها من قلبك وحسين 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 أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلد إنما الدنيا أعدت لبلاء النبل لكن الماضي قليل في الذي قد أقبل فاتقي للعلم من صبر وحزم سابر ستذوق وحسينا ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربل وستبقى في ثراها عافرا منجدلا. أقول البيت هذا البيت صعبة وكأني حسينا وكأني بلئيم العاص شمرين قد علا يسأل الإمام الصادق صحيح رقى شميرة إلى صدر الحسين قال اسألني ركب حافيا أم منتهلا ركب على صدر الحسين بنعل من حديد صحونا به وحسينا ومصيبته وبدعته يا حسين سافر بالحراير والنساوي تنذبح يا ابني ونسوتك تنخل دياوي خل تنصب الشيعة نياح عليك يا حسين انت التنجيع وصير الذنب مصبوط تنجي عقلي بذبحة الشيعة من النار وبذبح شبانك وذبح اطفال الزمان والصير لاجلك كربلاء مقصد زوار لا وين يا زوار قالوا الغالي وويلا هلت دموعه ولصق فوق القبر صدره يمشي وينادي في
والقلب من العظم والله يجبراه، ورد القبر خيا وقلبه بنار مسعود. خيا يا ابو محمد علي رحب الفضاء، برد المدينة قبرك وقبري بالعراق، لكن انت قضيت اللي عليك من المنية، عالجت غصتها وظل اللي علي. قصدي مع السفران وادي الغاضرية، عندي خبر من طلعتي للوطن معروف، عندي خبر من طلعتي للوطن معروف. ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا. جسمك الطائر بالسيف يحرس الودد، وكأني بالأيام من بناتي تستغل، سغبا تستعطف القوم وقد عز المغل. قد برا أجسامهم للضرب والسير الحافل، بين السجاد في الأصفاد مغلول اليد، بين السجاد في الأصفاد مغلول اليد. وحسين 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 وحسين. وفاكم تحنوا تسحب ديان المصيبة، تنادي يا ابويا لا تخلوني غريبة، خذوني يا ابويا ولا تخلوني بهالديار. ينتحل جسمي والضماير تشعل النار، من شوفة بيوتات عليها سافي غبار. ويش القصر نوخ الوافد نجيبه، الوافد شقي الليلة لفه يا سر الوجود. خذني يا ابويا وياك لو قل لي متى تعود، ضل على صدره والدمع يجري بالخدود. قالها يا بنت القلب زينتي لهيبه، وليا فاطمه عودي للدار، ردي المنازل يا عزيزه واذبيني. قطع الرجا مني ولا تترقبيني، صاحت يا ابويا فرقوا بينك وبيني، وصدت لابو فاضل تحوم تلتخيبه. خرت تحب ايده وراسه صعب الامراس، تنادي يا عم فراق ابويا يشيب الراس. توسل بابويا حسين ياخذني يا عباس، روحي ترى راحت يا سردان الحريم. متعجبا منكم يا فرسان الحمية، كلكم غيورين وشيمكم عاشقين. نشف يا عمي دمعتي والتفت
خليني غريبة. التفت العباس إلى الحسين: أبا عبد الله، انظر إلى صغيرتك، انظر إلى عليتك، أذابت كبدي من البكاء وحسينا ومصيبته. قال لا يا خويا قلبي جاع نحفتني، بلتك يا خويا العليلة ذوبتني. قال ليش اسوي وكذبت الله قيدتني، ما اقدر اشوف دموعها بخدها جرية، هذه ما هي مكتوبتي تودى هدية، ولا هي يا خويا من سبايا الغادرية. ردي يا بنتي وردتيش تصعب علي، طلبي من الله يعودنا لديار طيبة. سوت يا ولا عطية، سوت العليلة، يقول عندي لوداعتنا حبات ذيك الحمولة، هذا يلوج وذاك عبرته حمولة، الأطفال تبكي والحريم مدحوم حالة، زينب تنادي عالبجامة والنوح ما يفيد، وحسينا ومصيبته وفجعته وشهيدها. هذه الأيام نندب الحسين كما كان الإمام القائم عجل الله تعالى فرجه: لأندبنك كل صبح ومساء يا أبا صالح، لا نشك على أنك معنا في هذا المجلس الشريف، وأنت تستمع إلى مصيبة جدك الحسين. صح ونادي وحسينا وفجعتنا حين نبأ له النور بما قال النبي، أظلم الأفق عليهم بقتام الكرب، فكأن لم يستبينوا مشرقا من مغرب، غشيتهم ظلمات الحزن من أجل الحسين، فسرى بالأهل والصحب مدحو بالطريق، يقطع البيداء جدا قاصد البيت العتيق، فأتته كتب الكوفة بالعهد الوفي، نحن أنصارك فاقدم سترى قرة عين، وحسين 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 وحسين. فشد الرحال إلى كربلاء وودع المدينة ومن فيها. يقول ابن سنان: دخلت إلى المدينة وإذا بها تموج موجان السفينة في وسط البحر، والكل ينادي وحسين، والكل ينادي وإماما، وإذا المحامل أركبت عليها الخفرات، وجاء كل رجل إلى
هذه المرأة يقال له هذا القاسم، وهذه أمه رملة، وهذا الأكبر، وهذه أمه ليلى، وهذا ركب فلانة وفلانة. يقول إلى أن بقي محمل واحد ما عليه أحد. بينما نحن كذلك وإذا بمناد ينادي أيها الناس غضوا أبصاركم، فغضينا الأبصار وإذا بامرأة متجلبة بخمارها خرجت من خدرها وفي مقدمة محملها من هو؟ هو أبو الفضل العباس. أتعرفونها؟ هي مخدرة علي وفاطمة، هي زينب العقيلة، هي زينب الهاشمية وحسينا ومصيبة يوم الذي راعي الشير أنوايش الراحل جاب المحامل الحرب وكل فارد وجه حيله طبلا عزيز نغمة ابتسم عباس راعي المهر قال لها يا ضلوة علي قومي نروح الكهف. قالت يا أخو يوم أحمدي من هو الذي يتكفل؟ قال لها عينك ابشر أمرك نوت نتمثل. طلعن وعباس حد والزين مهلل كل ساعة عباس محمل الحور كل ساعة عباس نزل محمل الحور صدل الحسين وناشد شنية نزلت بالفن. قال له يا أخو يا نزلتي تدري بخير نبذة ما تعرف الذل والهضم ربيت على العزو العلا. وش قال الحسين؟ وإلى الحسين يلتفت إليه ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء. يوم بيوم يوم بيوم يا أبا الفاضل، هذا يوم أنت وياها إحنا وياها، لكن يوم آخر تقف على جثثنا ونحن على بوابة كربلاء وهي تنادي عباس. بل قالت لا والد لي ولا عم عنود به. ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء ستر الوجه بجفوفها ويضرب
ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء، ستر الوجه بجفوفها ويضرب خواته، حرمله وويلاه ومصيبته، إلى أن سرى بعائلته إلى مصرعه، صحو ناديه وحسينا ومصيبته، فواجه الحسين سلام الله عليه ممن اعترضه في طريقه، ومنهم الحر بن يزيد الرياحي، إلى أن وصل إلى منطقة لعلها عليم أو أنها هذه المنطقة التي وصل إليها الحسين سلام الله عليه، لما أن وصلها اعترضه الحر بن يزيد الرياحي، حتى لما وصل واعترض ضعينة الحسين تضاربت المحامل مع بعضها البعض، وإذا بزينب تنادي ولدي عليه قل لأبيك يلين الخاطب مع القوم، فلقد انزعجت بنات رسول الله وحسينا ومصيبته، وقيل أنها وجهت النداء للعباس. ايش قالت له؟ صدت الكافلة شديد العزم والباس، شمر ردانك وانشر البيرق يا عباس، شلي عاينها مصيبة الشيب الراس، ما ظنتي نرجع بدولتنا المدينة، قالها يا زينب عاد عزمي لا تنخي، ما دام انا موجود يا اختي ما تذلي، لا تنقلب شاماتهم ويا العراق، لا تحن جماجمهم ولا حامل ضعينه، لا تهيجيني ولا يطب بقلبك الخوف، ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف، بس طلبي من الله يسلم لي هالجفوف، نحمل على العسكر وذكرهم بابونا، صاحت اعرفك بالحرب عباس وافي، قطع الزند هذا الذي منا مخافي، اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي، يا أولي يرد الخيل لا هجمت عليه، يا أولي يرد الخيل لا هجمت عليه، وحسينا ومصيبته، قوض ضعونا من المدينة وسافر حسين، خايف من خلف محمد وام الابنين، خايف من خلف محمد وام الابنين، حالة محمد يا خلق تشجير عادي، مشدود جيبه ويلطم الهمى وينادي، يا حسين لا تسوق الطعن دايب وفادي، كل ما تلوم الناس يصفق راحلين، كل ما تلوم الناس يصفق راحلين، من المرض نشفى دمعته وكل ما نهض طاح، كل ما يسلون جذب وناته صاح،
لحد يسليني ترى مني الأخو راح، كلكم ما تدرون بمصابي يا مسلمين، كلكم ما تدرون بمصابي يا مسلمين. هل يسوقون الضعاين هالنشامة، قلبي ما هو راني عليهم بالسلامة، خايف يرد الضعن بس نسوى ويتامى، رياض لا خيك بالضعن يا قرة العين، رياض لا خيك بالضعن يا قرة العين. أبو علي يا حسين سلطان البلد لو عزم يشيل، تطلع الناس تشيعه وتسرج له الخيل، وانت يا سلطان المدينة طالع الليل، يا حسين وياكم خذوني يا ضياء العين، يا حسين وياكم خذوني يا ضياء العين. تتنومس بنصرك يا ابو سكن الاجانب، وانا نصيبي الحزن وانقاس المصايب، الي الفخر والصيت بايام الحرايب، قاسيت انا والجمل وايام صفي، قاسيت انا والجمل وايام صفي. تدري بجسمي من المرض يا حسين متعوب، والكبد مني مفطره والقلب مشعوب، وإن كان فارقني جمالك جسمي يذوب، ما اقدر على هالحال يا نسل الميامين، ما اقدر على هالحال يا نسل الميامين. ويا متى يجي المنذوب ويصيح البشارة، يا اهل المدينة زينوا لحسين دارا، نذر علي لا اعطي الطارش بشارة، وانشر بيارق في المدينة يمين وشمال، وانشر بيارق في المدينة يمين وشمال.